من لاتشا توتاتزي. وصل دقائق الشوط الثاني، يجب أن يصل الفريق الوطني للشباك. صحيح التعادل يؤمن الصدارة لفائدة هذه المجموعة، لكن وجب طرف دفاع الفريق الوطني وتحصل هنا أو الحصول على جانبية تلعب لفائدة الفريق الوطني. ملعوبة من يوسف توفيق للسباق يوسف بالكاس مرة أخرى. راتيل يسدد، حاولت التقدم بالنسبة للمنتخب الجورجي من وسط الميدان. مراوغة جميلة، فرصة الثانية مطالبة بجزاء بالفعل، ركلة جزاء لفائدة المنتخب الوطني. بالفعل كان اسقاط في منطقة الجزاء، واضح اللقطة، عملية استلام ثم تدخل غير مشروع. الحكم الثاني مباشرة يشير بوجود ركلة جزاء لفائدة الفريق الوطني. عملية انفراد ستكون هكذا الوطني. يلا شوف تابعوا الجمهور، التفاعل الكبير من طرف الجمهور في مثل كذا كرات. يجب ان تظهر المهارة يجب ان تظهر. وعندك صلاح الدين سويتني، يلا يا سويتني، يلا سويتني يتقدم سويتني على الحد العاثر يا سويتني، وعلى الحد العاثر يا سويتني. فعل كل شيء، موه راوغ، رفع الكرة بلوب وايلوب، لكن سوء الحظ كما يقال. كرة ترتطم للمنتخب الجورجي. حذاري شباب، حذاري. برافو. ماذا هناك؟ الحكم يمنح خطأ لفائدة الفريق الوطني. تحكيم جيد، تحكيم جيد إلى حدود اللحظة لفائدة النخبة الوطنية. مرفوعة أمامية، استلام، لكن سويتني قدم حضور، والحضور الجميل للجمهور العالمي، الجمهور الذي يغار على منتخب بلاده، يريد دائما أن يشرف تابعوهم. الجالية المغربية المتواجدة بالديار الألمانية ما شاء الله. أخطاء بدأت تظهر بالجملة، وبذلك أقل من 9 دقائق على نهاية المباراة. يجب أن نركز، يجب أن نواصل البحث عن هدف التقدم، ولا نترك الفرصة للفريق الجورجي أمام المنتخب الأمريكي. 5-0 ولا تسدد، خطيرة من جديد. الخطورة تظهر للمنتخب الجورجي. الكرة المغربية أمامية، فرصة يجب المتابعة. تأخر في عملية التقدم أسامة بالعظم عبر رقم 3 في صفوف الفريق الوطني بعدما ارتدت الكرة. كانت خاطفة. لاحظوا الخطورة، لاحظوا تسديدة من بعيد من جانب عميد الفريق الجورجي إيليا غاديليا، ومن سدد هذه الكرة، لكن حسن الحظ ضاعت مرة أخرى للمنتخب الجورجي. لا اختار في هذا الشوط الثاني، اختار المنتخب الجورجي مع فرصة جزاء كانت لفائدة انفراد لفائدة المنتخب الوطني. صلاح الدين زويتني تقدم موه، رفع الكرة بلوب جميل، لكن الكرة ارتدت بعدما ارتطمت بالقائم الايسر لمرمى المنتخب الجورجي. الكرة المغربية، يلا بالجديد أسامة من جديد محاولة التقدم والتسديد، فرصة، لكن جانبا كرة السقوط مخيب للامال بالنسبة لليبيا، فريق العربي امام اوكرانيا ب10 أهداف مقابل هدفين، وقبل اسكتلندا فازت ايرلندا ب7 مقابل 3. اللقاءات اللي كانت افتتحت بلقاء البانيا وكولومبيا، لقاء بنتيجة التعادل السلبي 0 مقابل 0. اسكتلندا عن هذه المجموعة حققت أول انتصار على حساب إيرلندا ب7 مقابل 3، وبذلك اسكتلندا مركز ثالث برصيد 3 نقاط، فيما الصدارة المغربية ب6 نقاط، نفس الحصيلة 6 نقاط لجيورجيا في المركز الثاني، وإيرلندا تتذيل هذه المجموعة ب0 نقطة. نعود يا شباب المباراة، يلا شباب، كرة من الأجهزة اليسرى مغربية للانطلاق، البحث عن الزاوية، عن المنفذ، عن التمريرة، والحكم يمنح ركلة ركنية لفائدة الفريق الوطني. زغريد على الطريقة المغربية،
من المدرجات الألمانية بالنكهة المغربية الأطلسية من طرف الجالية المغربية. تواصل الدعم هنا، محاولة تقدم يفقد توازن. نخبر الوطني يبدأ العد العكسي لنهاية المباراة. صدارة الأسئلة المغربية محافظة على هذه النتيجة. يتواصل الحضور على مستوى مقدمة الترتيب. مجموعة للفريق الوطني كرة أمامية، ماذا هناك مطالبة ب كرة أمامية جورجية. حداري من الفريق الجورجي. يوسف توفيق، مشات فرصة خطيرة بعيدة، الكرة بعيدة. توفيق، يلا توفيق، وصلت يوسف البحث عن يوسف بالكاس، مشات أمامية، تقدم ضاعت الكرة. كان طلب الكرة من يوسف بالكاس وقت اللي يتقدم صلاح الدين زويتني، ضاعت الكرة على زويتني، لكن الآن تعود لفائدة الفريق الوطني من وسط الميدان الأمامية. فرصة مغربية وتضيع الكرة. فرانكفورت، من شوتغارت، من دوسلدورف، من دورتموند، من لايبزيغ، من كل المدن الألمانية. فرصة مغربية ومن خارج ألمانيا من أجل دعم الفريق الوطني في هذه المباراة. في الحدث الأخيرة ولا تسدد الكرة من حمزة الزوري، ترتد مباشرة ليوسف توفيق من الجهة اليسرى. مغربية بالجديد، حمزة الزوري تصل هناك محاولة تقدم، والله تيغوا للحارس المغربي محمد ملول. تقدم من يوسف بالكاس، واحد من ابرز عناصر الفريق الوطني. ماذا هناك؟ يتدخل الحكم لتنبيه لاعب الفريق المنتخب الجورجي جمال جالياشفيلي الذي ضيع فرصتين، لكن في اخر مطاف هذا هو جميل. اعتذار للاعب يوسف بالكاس، وبذلك الروح الرياضيه فوق كل شيء. هنا تقدم لفائدة إما تسجيل هدف قاتل وإما المحافظة على التعادل، يضمن بذلك الفريق الوطني صدارة هذه المجموعة. الله يخليكم، نطلبكم مرة أخرى المرجو منكم عدم النزول الأرضي إذن بعد انتهاء المباراة، لأن هذا الشيء يؤدي إلى إخفاء الفريق قبل بطريقة مباشرة. كرة في وسط الميدان، واضحة الرسالة من جانب اللجنة المنظمة. تعرفوا الشغف وشغف وحب ودعم للاحتفال بهذا الفريق الذي يتصدر هذه المجموعة. إذن كرة لفائدة الفريق الوطني، محاولة قد تكون الأخيرة، فرصة البحث عن التسديد تسدد. لحسن الحظ ضاعت، والفرصة الآن مغربية. كرة أمامية لكن بعيدة الكرة. نهاية